السلام عليكم. النهارده هناخد حصة تدريبية مع الشباب، وهتكون عبارة عن مجموعة من تمارين المهارات مع الفينش على المرمى مع تكنيك اللعب اللي هو ازاي يقسموا اللعب مع بعض عشان يقدروا انهم يحفظوا لعب بعض اثناء المباريات، وهيكون تمرين رائع جدا جدا. هندخل على الانترو، بعد كده نبدأ اليوم من اوله. ندخل في الاول على التسخين بالجري مع عمل الاطالات عشان نتلاشى الاصابات، وبعد كده ندخل على تمرين الفوت وورك بدون الكرة، تسريع الاقدام. بنعمل التمرين ده في الاول عشان خاطر نخلي الاقدام سريعه ونتعود على سرعه الاقدام، وده تمرين من التمرينات الحلوه جدا ولازم نعملها قبل التمرين، ويعتبر برضو ده تسخين قبل ما نبدا في الحاجات الصعبه. هنا احنا برضو بنسخن ببطن القدم عشان يكون اللاعب نشيط في المرونه معانا، يكون عنده الحساسيه الكامله للكرة. اهو وبعد كده على الثالثه بصله من غير ما تجري. ستوب. هنا في التمرين ده بنتعود على عمل المهارة وانت بتستلم الكورة ويكون مرمى الخصم في ظهرك، وده تمرين مفيد جدا عشان اللاعبين يقدروا ان هم يطوروا من انفسهم في الحتة دي او في الطريقة دي لما تجيلهم الكورة بالاسلوب ده. وهي طبعا ليها مجموعة من الطرق غير الطريقة دي، بس احنا بناخدها طريقة عشان خاطر نقدر ان احنا نتحسن اكتر. لازم يغلط في الاول عشان خاطر يقدر يتعلمها، ودي من ضمن الطرق في المراوغة من الظهر. لازم اللاعب يغلط كتير جدا جدا، والاخطاء دي يقدر ان هو يصلحها بعد كده عشان خاطر يقدر يتقنها بعد كده ويكون كويس. هنا احنا بنتمرن على خطف الكرة بالكعب ويكون برضو مرمى الخصم في الظهر، لان دي حاجات تقدر تعملها في الملعب بلمسات بسيطة جدا وتقدر تراوغ بيها. فبحاول افهمهم بالاسلوب الصح عشان يقدروا ينفذوها وتكون عندهم الثقة الكاملة في تنفيذها. ولازم يغلط في الاول عشان يتعلمها، لو هو ما بيعرفهاش لازم اللاعب يغلط على الاستمرارية يقدر ان هو يعملها كويس ويكون متقنها باسلوب سلس. واحده يلا خد لمسه واحده يا ولد. يلا يا ولد. انا مستعجل. ده تمرين تكنيك اللعب اللي هو التقسيم الصح عشان ما يكونش فيه عشوائيه في اللعب. زي ما انتم شايفين كده بيحاولوا ان هم يفهموا مجموعه من الطرق الجماعيه في اللعب عشان ما يكونش عندهم الاعتماد الفردي بس، لا لازم يكون عندهم برضو الاعتماد الجماعي، لان كره القدم لعبه جماعيه مش فرديه بس. اللعبات الفرديه ليها اسلوب واللعب الجماعيه ليها اسلوب تاني. كره القدم لازم تعتمد على الاسلوب الجماعي في اللعب، فده تقسيم كويس جدا يقدروا ان هم يتطوروا بيه عشان يحفظوه، يقدروا ان هم يطبقوه في المباريات. بيعملوه بمجموعه من الطرق زي ما انتم شايفين كده. تمرين كويس جدا جدا وبيزود عندهم اللعب الجماعي ويزود عندهم ازاي ان هم يكونوا فاهمين بعض كويس في الملعب. هنا احنا بناخد تمرين الشوتنج عشان يكون عنده القوة في الشوط والدقة في التسديد، وبياخدوها برضو بكذا طريقة عشان يقدروا يشوطوا بالطريقة الصح ويحسنوا نفسهم في التصويب، ويكون عندهم الثقة الكاملة لما الكرة تجيلهم كده يقدروا ان هم يصوبوها، يبقوا عارفين يشوطوها منين من الكرة ومنين من القدم، يكون عندهم القوة الكاملة ويقدروا يعملوها كويس جدا جدا. ودي كده كانت نهاية حلقتنا، يا رب ان هي تكون نالت اعجابكم. طبعا ما تنسوش لايك سبسكرايب القناة. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، السلام عليكم.